السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هعمل معاكم التوميه بطريقتي. هي طريقه بسيطه جدا وسهله. ومكوناتها بسيطه، ما بتحتاجش مكونات كتير. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتها كده عباره عن ايه. اول حاجه انا معايا اي حاجه بتحط على النار فيها معلقتين من النشا. وبعدين معايا بعد كده كوبايه من الزبادي اللي هي الصغيره. ومعايا توم، كام فص توم كده، وليمونتين، ومعايا ملح، ومعايا مايونيز، ومعايا خل وميه. في ناس بتحب تضيف فلفل اسود، براحتها. انا عن نفسي ما بحبش اضيفه. تمام. والمايونيز حسب الرغبه، ولكن المايونيز بيديلها طعم لذيذ كده وبيخلي طعمها حلو يعني. بعد كده هحط على المعلقتين اللي هما النشا حوالي نص كوبايه من الميه، وهفضل اقلبهم كويس كده. وبعدين بعد كده هرفعهم على النار، على نار متوسطه. وهفضل اقلب فيهم كويس لغايه ما النشا تدوب كويس في الميه، بحيث ان هو ما يعمليش اي تكتلات. يعني النشا ما تعملش تكتلات في الميه، ما تبقاش مخرزه. يعني افضل اقلب فيها خالص لغايه ما احس ان هي معايا ناعمه كده، زي ما انتوا شايفين كده. انا هسيبها كمان دقيقه على النار وبعدين ارفعها من على النار. ناخد بالنا عشان هي ممكن تتحرق من تحت، فلازم كل شويه اقلب فيها جامد كده لغايه ما احس ان اللون بتاعها بدأ يميل للون الشفاف شويه. تمام. بعد كده هرفعها من على النار واسيبها تبرد. ما اعرفش اشتغل فيها غير لما تبرد عشان ما تبوظليش باقي المقادير بتاعتها. هاجي بقى في الكبه بتاعتي دي اللي هي بتاعت الخضار دي. انا ممكن يعني انا ممكن اضربها في الكبه او في الخلاط او في اي حاجه موجوده عندي يعني. دي المفرومه اللي هي بتاعت الخضار دي. تمام. هنزل بقى بالنشا بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالزبادي والثوم والليمون وكل المقادير بتاعتي دي، واضربها كويس. ناخد بالنا من ان من نسبة المية او نسبة السوائل اللي فيها، عشان ما تبقاش سايلة مني. انا عايزاها نص متماسكة زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي كده. تمام. هنزل بقى بالزبادي. انا ممكن ابدل الزبادي بحليب لو الحليب موجود. ممكن ابدل، اقصد ممكن ابدل المية بحليب لو الحليب متوفر يعني. عادي، هي واحد بس. يعني الحليب بيدي برضو بيعزز الطعم وبيديله طعم افضل شويه. انا هاجي بعد كده هلاقيه خفيف شويه، تقيل شويه، فهزوده شويه حليب صغيرين كده. بحط بقى المايونيز على حسب ما انا عاوزه، لانه اصلا المايونيز هو متماسك يعني، مش سايل قوي. بس في نفس الوقت كل ما بكتره كل ما بيدي طعم احسن او طعم احلى للتوميه بتاعتي. طبعا التومية مش محتاجة كلام ان هي اصلا يعني لازم يكون فيها نسبة توم كويس عشان تديني طعم التوم. انا نزلت كده بمعلقتين من الحليب لان هي كانت متماسكة معايا قوي، فنزلت معاها نزلت بمعلقتين من الحليب. وضربتها تاني. طبعا لازم تنضرب كويس قوي كل ما اضرب فيها، بحيث ان كل المقادير بتاعتي دي تتجانس مع بعضها وتبقى كويس. زي ما انتوا شايفين كده ده منظرها. طبعا هي لما بتحط في التلاجة بتبقى متماسكة اكتر. طب هنعرف نحفظها في التلاجة؟ ايوه بنحفظها، نحطها في بطرمان او في اي علبة مقفولة، ونحفظها في التلاجة ونطلع منها وقت ما نحب. بتقعد حوالي اسبوع تقريبا معايا ومفيش مشكلة. كده الفيديو بتاعي خلص. زي ما انتوا شايفين منظر التومية كده. اتمنى الفيديو يعجبكم وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، لان الفيديو ده مكمل لفيديوهين تانيين جايين. يعني انا كنت هعمل الفيديو في الثلاث فيديوهات في فيديو، ولكن انا فضلت ان يكون كل فيديو منفصل، بحيث انه الفيديو ما يطولش. اتمنى اشوفكم على خير باذن الله.